السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. جايبنا النهارده جايبين وصفه حلوه قوي وسهله وبسيطه وكتير مننا ممكن يجربها وهيحبها ان شاء الله. هنا عندنا بطاطا، طبعا البطاطا دي كانت عندي بقى، كنت جايبه بطاطا كتير وبعدين اتفضل كام واحده واحترت اعملهم ايه، فقلت بدل ما اشويهم ونعمل الطريقه العاديه بتاعتنا خلينا نعمل وجبه او اكله كده خفيفه سريعه للولاد وبرضو هيحبوها. هنا كنت قشرت البطاطا وبدأ وغسلتها كويس وهقطعها. هنا كنت غسلتها من بره ولما اقطعها هغسلها تاني. لأ أنا باحب أغسل البطاطا والبطاطس والحاجات ديّة يعني كويس جدًا، لإن بيكون فيها طينة كتير وكده، فباحاول أغسلها بفرشة من برّه لو أنا هاكلها. طبعًا لإن أنا من الناس اللي عشقت البطاطا، يعني من عشاق البطاطا المشوية بقشرها، لإني باكل قشرها، فلازم أغسلها كويس جدًا، جدًا، جدًا. هنا طبعًا كنا قشرناها بقى فمش محتاجين الكلام ده، يعني غسلناها غسلة كده حلوة وبعدين بعد ما قطعتها كده هاديها غسلة تانية أهو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اتغسلت الغسلة الممتازة كده التمام، حطينا عليها مية، يعني هنحط عليها مثلا حوالي نص كوباية مية كده ولا حاجة، ونسيبها بقى على النار تغلي مع نفسها كده وتتسلق ونشوف هنعمل بيها ايه. الأكلات طبعًا أنتِ تقدري تعملي اللي أنتِ عايزاه، يعني تقدري تحطّي طبعًا تعملي نفس الكلام ده لو أنتِ عندِك قرع عسلي أو لو بتحبي القرع العسلي. هنا ما كنتش متأكدة أوي إن اللي فاضل دوّة مسكّر، بصراحة كلّها كانت مسكّرة وتجنن، بس لأن دي قعدت عندي وقت أكتر، فحبيت أحط عليها حبة سكر برضه إيه لضمان يعني الطعم، وبرضه لأني مش هاكتر السكر في الجزء التاني في اللي أنا هعمله. هنا طبعا كانت خلاص بقى اتسلقت كويس، صفيت منها المية اللي هي الزيادة وبدأت أهرسها زي ما احنا شايفين كده. ده مضرب بوريهولكم، شايفين المضرب ده ليه قاعدة كده حلوة قوي، ده عجبني جدا. ده مضرب طبعا لو سيليكون عندك طبعا حلل تيفال او حاجات تيفال بتستخدميها، فالمضرب السيليكون هيحافظ لك عليها، تقدري تشتغلي يعني بيه في اي حلة تيفال او كده، مش هيخربشها وهيحافظ لك عليها. هنا كنا بقى جبنا حلة حطينا فيها الزبدة زي ما شوفنا كده في أول مقطع كده من الفيديو، وبدأنا نحط عليها دقيق. أنا بحاول أقلل الدهون في الأكل بتاعي، بس يعني ما مالكوش دعوة بالأكلة دي يعني بطاطا وبتاع تقولي لي دهون دهون ايه؟ لا بجد بحاول اقلل الدهون بتاعتي. بس هنا بنعمل بشاميل، البشاميل بنحاول نحط كمية السمنة على او الزبدة على قد كمية الدقيق. بعد كده بقى بنزل بعد بيديله بس يعني تشويحة كده او يعني تقليبة كده على النار، بعدين ببدأ انزل باللبن بتاعي. قبل كده عملنا البشاميل مع بعض كل خطواته. البشاميل من الحاجات اللي هي عايزة على طول ايدك تكون موجودة فيها، يعني بتقلبي باستمرار. لو حسيتي بأي كلاكيع او كده هوت والمضرب بتاعك مش جايبها او ايدك يعني مش مالكة ان هي تجيبها، علشان البشاميل بتاعك ما يتحرقش ولا يكلكع تحت، بالهاند بريندر او بالمضرب ابدأي قلبي قلبي. وزي ما اتفقنا قبل كده ان لو انت حابة تعملي بشاميل او اول مرة تعمليه تقدري تحطي حبة صغيرين من اللبن، بس اللبن لازم يكون دافي عشان ما يكلكعش منك، وتبدأي تزودي حبة حبة لغاية لما توصلي للسمك بتاعك اللي انت عايزاه، او تكوني عملتي الكمية اللي انت محتاجاها. هنا قلبنا بقى كويس كده زي ما انتم شايفين، بوريكم السمك بتاعه اللي وصلنا له، وبوريكم ما فيهوش كلاكيع ولا اي حاجه، لان الكلاكيع دي طبعا هتبان في الطعم وهتكون كتل من الدقيق، فاحنا بنحاول نحافظ ان احنا ما نجيبش ايه الكتل ولا الكلام ده كله. شايفين البشاميل بتاعي حلو ازاي؟ يلا جدعني بقى واعملي احلى منه كمان. هنا طبعا كان عندنا الكريمه اللباني او كريمه الطبخ، فهنحطها كده نضيفها، دي طبعا هتديله قيمة اكتر وطعم ألذ للبشاميل. ممكن تحطي قشطة، ممكن ما تحطيش خالص وتخليها كده خفيفة، بس هي تدي لها طعم تاني خالص. هنقلب بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وطبعا البشاميل بتاعنا بقى هنعمله حلو مش حادق، فهنضيف حبة من السكر. يعني فكرة السكر دي اختيارية بصراحة،
يعني انت حابة تحطي السكر حطي، مش حابة عايزاه يبقى باسل كده وتبقى الطبقة ما فيهاش سكر. بس الافضل ان احنا نحط ايه، حبة بساط، يعني بلاش تحطي كتير قوي عشان برضو ما يبقاش مسكر وتبقى العملية تقيلة قوي. برضو في حاجة تانية اختيارية، البيضة ديت. البيضة دي اختياري، تقدري تحطيها وممكن برضو تستغني عنها، وممكن تحطي الصفار بس بحيث ان احنا ايه، هتدينا لون كده واحمرار للوش بشكل جميل كده ونقدر طبعا زي ما بقولك تقدري تستغني عن الكريمة اللبانة، تقدري تستغني عن البيضة. المهم هنا بقى كنا قلبنا خلاص بقى كده المرحلة اللي احنا محتاجينها، هنقفل عليه دلوقتي وهنركنه شوية كده على جنب عبال ما نجيب طبق بايركس كده حلو او اي طبق يعني تحبيه، بس انا حبيت اعمل في بايركس عشان اوريكم الشكل بتاعها بيكون ازاي او الطبقة بتاعتها بتكون عاملة ازاي. هنا باخد بقى طبعا البطاطا وببدأ احطها. طبعا زي ما اتفقنا في الاول ان انت تقدري تحطي بطاطا، تقدري تحطي قرع عسلي. عملناها اهي وسويناها بالشكل ده. بعد كده بقى هنجيب البشاميل بتاعنا ونقدر ننزل عليه، نقدر نحط مكسرات لو حابين، نقدر نعملها كده زي ما هي. تقدري تزينيها بعد كده من فوق الوش بالمكسرات او تحطي ما بين البشاميل والبطاطا مكسرات. يعني بصي تقدري تلعبيها كل الالعاب. هنا طبعا بقى احنا كنا اكتفينا بالبشاميل والبطاطا وحطينا بقى بالشكل ده، وهناخدها طبعا بعد ما نمسح طبعا الحروف اللي هي اتبهدلت ديت. هو انا بصراحه عشان كنت بصور بايد وايد تانية كنت بحط بيها، فعشان كده اتلخبط بقس مني. سويته طبعا ونضفته، وبعد كده هنبدا نحطها في الفرن زي ما انتم شايفين كده. هنشغل عليها الفرن. هنقدر نشغلها في الاول، هنشغلها فوق وتحت بس لمده اقل من 10 دقايق. بعد كده هنديها بس تحميره من فوق الوش، يعني نشغل عليها الشوايه كده ونديها تحميرة من فوق الوش ونعلي الفرن على الآخر، لأن كل الحاجات اللي موجودة تعتبر مستوية. أنا بس هسوي طبقة البشاميل شوية وآخد اللون كده الأحمر كده الجميل، أو الطبقة اللي هي اللي موجودة فوق. تقدري برضو لما تطلع تزينيه بأي نوع من المكسرات زي ما قلنا قبل كده. هنا زي ما قلت لكم بس هنحمرها من فوق، فبنشغل عليها نار من فوق أو الشواية. هنا كان اتفضل معايا حبة بشاميل فقلت استغلهم، فجبت كاكاو وبدأت أحط عليها، تقدري تحطي عليها شوكولاتة، وبدأت أقلبها بالشكل ده كده. هعملها حاجتين. هنا شايفين الشكل بقى جميل ازاي بتاعها. في المرحلة دي بقى انا هخرجها خلاص من الفرن، هي الطبقة بتاعت البشاميل والطبقة التانية. هنا كنا حطينا في طبق بايركس تاني اللي هي حطينا عليها الكاكاو او الشوكولاتة، واللي هو البشاميل اللي حطينا عليه الكاكاو او الشوكولاتة وحطيناه في الفرن. والحبة اللي اتفضلوا تانيين حطيتهم في التلاجة، قلت نجرب كده وكده في الفرن وساقع وسخن ونشوف ايه النتيجة بتاعتها. هنا كنا طلعنا بقى الطبق بتاع البطاطا بالبشاميل من الفرن، وهنبدأ بقى نقطعه بالشكل ده. طبعا تقدري تستني عليها لما تهدى شوية، بس انا عشان التصوير حبيت اوريها لكم فقطعتها وهي سخنة لسه. وهوريكم بقى، بصوا قلت ادوق بقى اشوف. الله الله، شايفين الشكل والطعم حكاية بصراحة. انا كنت اول مرة اعملها، اولادي حبوها كتير، وكمان طبعا احنا البطاطا المشوية او المسلوقة طبعا دي يعني لعبتنا من زمان. بس بصراحة كمان حتى البطاطا بالشكل ده لذيذة جدا، وطبق يعني تقدري تقدميه. طبعا تقدري تعمليهم اطباق صغيرة وتقدري تعمليه طبق كده كبير. دي اللي هي كانت بقى بالشوكولاتة. طبعا دي انا ما عملتش فيها بطاطا، دي بس البشاميل بالشوكولاتة. قلت استغل الحبة اللي فضلهم. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بلايك وشير وسبسكرايب لفوفينا، وجربيها مش هتندم.